جماعة انا سجلت الفيديو كله ودي المرة التانية اللي بسجل فيها بسبب ان كان في مشكلة في المايك. انا في شدة حزني والله العظيم. ازيكم؟ وحشتوني قوي قوي قوي. انا الناس بتدخل تسالني تقول لي يا شهد انت لسه عايشه؟ انت عايشه يا شهد؟ انت عايشه؟ انا عايشه يا جماعه عادي جدا والله، ولكن الحمد لله احنا خلاص بقينا في اجازه دلوقتي. اكتبوا لي في الكومنتس تحت عملتوا ايه في امتحاناتكم، كانت سهله ولا صعبه؟ عملتوا ايه؟ طمنوني. بما اننا بقى في اجازه نص السنه فانا قلت اول فيديو ارجع كده اعمله لكم هو عن الاجازه. الفيديو تقريبا رقم 3 اللي بتكلم فيه عن الاجازه هنا في الشانل. اللي بيميز فيديو النهارده ان انا بتكلم فيه عن الاجازه الصغيره الكيوته دي اللي هي اجازه نص السنه، فعشان كده يلا بينا. الاجازه نوعين، اجازه نص السنه اللي احنا فيها حاليا واجازه اخر السنه. ده بالنسبه طبعا للطلاب بس اللي بتدرس. اجازه اخر السنه معروفه بتبقى الاجازه الكبيره، بتكون حوالي من 3 ل 4 شهور وساعات بتكون اكبر. حرفيا بتكون اجازه كبيره وطويله جدا وبيبقى عندنا فيها وقت نعمل اي حاجه. في اللي بيسافر يصيف، وفي اللي بيشتغل، وفي اللي بيقضيها خروجات وفسح بس، وفي اللي بيطور من نفسه، وفي اللي بيفضل مقضيها نوم عادي. المهم ان في الاجازه دي بيكون عندنا وقت نعمل اي حاجه، ولو ضيعنا يوم ما عملناش فيه حاجه عادي، لان احنا حرفيا بيبقى معانا وقت طويل قوي نقدر نعوض ونعمل فيه الحاجات اللي احنا ما عملناهاش. يعني من الاخر بيكون معانا وقت وبنستريح، وده السبب اللي بيخلي اجازه اخر السنه هي الاجازه المحببه في قلوب الجميع كده، عشان حرفيا بنعتزل فيها الدراسه لفتره طويله قوي لدرجه ان احنا ساعات بنزهق وبنتمنى ان الدراسه ترجع تاني. بتحصل. ده بالنسبه لاجازه اخر السنه. اجازه نص السنه بقى فواحنا صغيرين وبالتحديد لما كنا في ابتدائي كانت اجازه نص السنه بتتراوح ما بين الشهر ونص وشهرين، فكانت طويله برضه يعني عادي، ما كناش بنحس بالفرق بينها وبين اجازه اخر السنه. لما بدانا نكبر ودخلنا اعدادي لقينا الاجازه بتكش كده واحنا مش فاهمين في ايه مره واحده، وبقت توصل لشهر وساعات اقل. لما كبرنا بقى اكتر ودخلنا ثانوي وبالتحديد ثانوي عام للاسف يعني لقينا اجازه نص السنه بقت قد ايه؟ هو اسبوع. ايوه يعني قد ايه؟ اسبوع، والله اسبوع، 1 ويك. اسبوع؟ وايه اللي اسبوع؟ حضرتك انا بحتاج اسبوع عشان انام. كان في ايه؟ يا لهوي ازاي لا في حاجه غلط. اجازه نص السنه اسبوع ليه؟ اعمل فيه ايه في اسبوع ده؟ انام ولا اخرج ولا اتفسح ولا اطور من نفسي وزيتي؟ محتاجه اطور من نفسي وزيتي، اعمل ايه يا رب؟ اسبوع ايه؟ حد يكلم لنا مسؤولين يا جماعه. اسبوع واحد ليه اسبوع؟ كمان اقل، يعني في محافظات بتبدا دروس بدري فبيبقى اقل من اسبوع. لا دي قله ادب بقى. لا ده بالظبط اللي بيحصل. احنا بنفضل نصيح كده، لو احنا حرفيا ممكن نقضي الاسبوع ده كله بنصيح بس انتوا عارفين الموضوع فعلا غريب قوي، اللي هو لحظه ادراك كده ان احنا بندرس بقالنا ترم بحاله ومدته 4 شهور اجازته اسبوع. طب والعمل بقى دلوقتي يعني هنعمل ايه؟ بصوا خلينا متفقين ان الذكي مش اللي هيصيح، ولكن اللي هيحاول جاهدا يلاقي حل، وده اللي انا بحاول اعمله دلوقتي معاكم. الفكره ان الاجازه مش بالطول وانما انت عملت ايه فيها. انا ممكن تكون اجازتي شهور واطلع منها في الاخر الاقي نفسي ما عملتش اي حاجه وما استفدتش بوقتي خالص وضيعته كله. وممكن اجازتي تكون يوم بس اعمل في اليوم ده حاجات ما اعرفش اعملها في شهر. انتوا متخيلين؟ دي بقى الاستفاده الحقيقيه. فعشان كده في فيديو النهارده انا هحاول اشارك معاكم حاجات ممكن نعملها في اجازه نص السنه، الاجازه الصغننه الكيوته دي او اللي انا بسميها في وجهه نظري الميني اجازه، وفي نفس الوقت نطلع منها باستفاده ونحس ان احنا ما ضيعناش وقتنا، ومهما كانت الاجازه صغيره نلاقي نفسنا استفدنا منها. فعشان كده لو انتوا اول مره تشوفوني فازيكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، ما تنسوش كمان تكتبوا لي تحت في الكومنتس افكار فيديوهات حابين ان انا اتكلم عنها ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. ما تنسوش كمان تعملوا لي فولو على انستجرام، بكون اكتف اكتر هناك وبكون متفاعله اكتر معاكم وبنطلع لايفات وبعمل فروحوا اعملوا لي فولو على انستجرام. وبس يلا بينا نبدا في الفيديو النهارده. في الفيديو ده هشارك معاكم 5 حاجات ممكن تعملوها في اجازه نص السنه، على قد ما الحاجات دي بسيطه وتقريبا اغلبنا اصلا بنعملها، يعني انا مش محتاجه حرفيا ان انا اقول لكم اعملوها، بس الفكره ان انا هخليكم تعملوها بذكاء اكتر شويه وتعرفوا ازاي تستفادوا منها. اول حاجه هي انكم تخرجوا وتنزلوا وتتفسحوا وتعيشوا حياتكم عادي جدا. ما تنسوش ان اجازه نص السنه بتكون الاجازه اللي بين الضغط الاول والضغط الثاني. الضغط الاول ده اللي هو طبعا الترم الاول وضغط سنه، والترم الثاني اللي هو الضغط الثاني. فما فيش حاجه تفك الضغط ده غير اجازه نص السنه، هي الحاجه الوحيده اللي تقدر تخلينا نرفرش شويه. ودي الفكره، لازم نطلع نشم هوا. لما نعمل كده احنا حرفيا بنعمل ريفرش لكل حاجه في دماغنا وبننسى كل اللي مرينا بيه وبنبدا صفحه جديده حرفيا، وده بيخلينا مستعدين ان احنا نقابل ضغط تاني ومشاكل تانيه، وعامه ان احنا نقابل حاجات تانيه سواء كانت حلوه او وحشه. لازم ننزل ونرفه عن نفسنا حتى لو كان يوم. انا حطيتها في المقدمه لان حرفيا دي اهم حاجه. اللي هيعمل اي حاجه في اجازته قبل ما ينزل ويشم هوا نظيف هو بيستثمر في مشروع فاشل. ده في وجهه نظري. الناس اللي بتفضل حاطه نفسها في زون لا انا الوقت قصير ولازم اقعد في البيت وما اخرجش واضيع وقتي وكده، لازم تخرجوا وتتفسحوا وتشموا هوا، ده لازم. تاني حاجه هي شوفوا ملخصات الكتب
واسمعوا بودكاستات كتيره جدا. بس للاسف اجازه نص السنه بتكون قصيره جدا، فانا لو شخص مش معود نفسي على ان انا اقرا في مده قصيره مش هلحق اقرا كتاب. فعشان كده الحل ساعتها بيكون ان احنا نسمع بودكاستات او فيديوهات بتلخص لنا الكتب على اليوتيوب، وبنطلع بنفس الاستفاده. وحرفيا في قنوات كتيره جدا على اليوتيوب بتقول ملخصات الافلام بطريقه كويسه جدا وبتجيب اهم النقط، وحرفيا بتطلعني كاني انا قريت الكتاب اصلا. على قد ما الموضوع بسيط وصغير على قد ما بيفرق معانا جدا. احنا اصلا في الاجازه بنتفرج على فيديوهات كتير على اليوتيوب، ما فيهاش حاجه لو جبنا ملخص كتاب كذا مثلا. الموضوع ده هيخلينا فعلا نستفيد واحنا مش واخدين بالنا. طب بالنسبه للناس اللي متعوده تقرا كتب واصلا بتعرف تقرا كتب في مده قصيره، ده ما يمنعش ان هم ما يتفرجوش على ملخصات للكتب، لا عادي يتفرجوا، بالعكس هم بيستفيدوا اكتر. على الاقل بدل ما بيبقوا بيقروا كتاب يقروا كتابين. على فكره الموضوع بيفيد جدا ومش بيوتر، بالعكس او بيشتت. او ان احنا نسمع بودكاستات عن تطوير الذات، الثقه بالنفس، في الناس اللي بتتكلم عن مواضيع علميه، كوبايه النسكافيه بتاعتي الحلوه واقعد اسمع حرفيا شخص بس بيتكلم، ولكن في النهايه بلاقي نفسي انا طلعت باستفاده. عودوا نفسكم على انتوا تصحوا الصبح تسمعوا حد بيتكلم، لان بجد الموضوع بيفيد جدا. رقم 3، حاولوا ان انتوا تطوروا نفسكم في الانجليش على قد ما تقدروا. طب دي الاجازه اصلا يا شهد قد كده، يعني هلحق ازاي اطور نفسي في الانجليش؟ هو ده هيبقى عن طريق الحاجات اللي احنا متعودين نعملها عادي جدا في اي اجازه. اظن ان احنا كلنا بنتفرج على افلام وبنسمع اغاني. انا عايزاكم تعملوا نفس الكلام ده بالظبط، ولكن اللي عايزه اضيفه لكم ان انتوا تعملوا ده بذكاء وبتركيز. يعني بدل ما تختاروا اي فيلم تتفرجوا عليه، حاولوا ان انتوا تتفرجوا على افلام مفيده، مش اي افلام تافهه كده وخلاص، وافلام تديكوا فاليو، ده مهم جدا. وحاولوا كمان وانتوا بتتفرجوا على الفيلم تركزوا في حاجتين، ركزوا على اللغه وركزوا على الهدف ورا الفيلم نفسه، ازاي بينطقوا الكلام وازاي بيتكلموا، ازاي بيعبروا عن الحاجات المختلفه مثلا في حياتهم بالانجلش. اي فيلم نتفرج عليه هو مش للتسليه كده وخلاص واملي وقتي وخلاص، لا، لو ركزتوا في البوينت دي هتلاقي نفسكم بتتطوروا فعلا في اللغه، لان انتوا بتكتسبوا اللغه عن طريق ان انتوا بتسمعوا حد بيتكلم فيها كتير، وكمان بتكتسبوا قيمه بتاخدوها من الافلام دي. ده بالنسبه للافلام. طيب ونسمع اغاني، معظمنا بيسمع اغاني انجلش حتى لو هو مش بيحب يسمع اغاني انجلش قوي او مش بيفضلها، بس بيسمع اي اغنيه انجلش تقابلنا ونحبها وتعجبنا كده وتشدنا، روحوا هاتوا على طول الليركس بتاعتها، حاولوا افهموا معنى الليركس ايه. ساعات كده لما بفتح اي فيلم والاقيه بينطق كلمه وابقى فاهمه المعنى، انا بستغرب انا ازاي فاهمه معنى الكلمه دي، مع ان انا حرفيا انا ما قعدتش في حياتي بالورقه والقلم كده وكتبت الكلمه وقعدت احفظها، وارجع افتكر ان الكلمه دي بتكون في الاغنيه كذا. فادركت ساعتها قد ايه الاغاني بتفيدني بطريقه فظيعه، بس احنا مش مركزين، احنا مجرد بنسمع لحن حلو وحد بيغني وبس. هتلاحظوا ان معظم الحاجات اللي انا بقولها لكم انتوا تقريبا بتعملوها، يعني انا حرفيا ما ضفتلكمش حاجه جديده. اللي انا بحاول افيدكم بيه واللي عايزاكم تعملوه ان انتوا تركزوا على ان انتوا تعملوا الحاجات دي ولكن بذكاء، ما تعملوهاش كده وخلاص. رابع حاجه هي حاولوا ان انتوا تبداوا بتحقيق العاده اللي انتوا كنتوا نفسكم تحققوها. طبعا الاجازه قصيره جدا فمش هنلحق ان احنا نعود نفسنا على العاده اللي احنا عايزين نحققها او نعملها، ده هيبقى صعب جدا. بس في الاجازه الصغيره دي احنا نحاول ان احنا نبدا ان احنا نحققها بالتدريج. يعني انا العاده اللي نفسي اكتسبها مثلا ان انا اصحى بدري. لو انا بصحى الساعه 1 كل يوم ابدا ادرج، يعني اصحى 12 و55 دقيقه، اليوم اللي بعده 12 و50 دقيقه، اليوم اللي بعده 12 و40 دقيقه، وهكذا. انا مش بهزر والله، ده اللي فعلا اعملوه. درجوا الموضوع، ما تصدموش نفسكم كده مره واحده وتعملوا الموضوع مره واحده، ده هيبقى صعب جدا على نفسكم وهترهقوا نفسكم. حاولوا درجوا الموضوع. التدريج ده مش هيحصل اكيد لما نبدا الترم الثاني، لا، التدريج ده هيحصل في الاجازه اللي هي بتبقى وقت فيها فاضي وما بنبقاش حاسين بستريس او ضغط، لا بنكون هاديين شويه. حتى لو الاجازه قصيره بس هنطلع منها على بدايه الترم الثاني نلاقي نفسنا احنا اكتسبنا عاده جديده واحنا مش عارفين احنا عملنا كده امتى وازاي، بس عشان احنا درجنا الموضوع لنفسنا في الاجازه. فابداوا في الاجازه ان انتوا تحققوا العاده اللي انتوا كنتوا نفسكم تحققوها. اخر حاجه بقى هي حاولوا ان انتوا تكونوا ناس منتجه حتى لو في وقت قصير، لان ده بجد هيفرق معاكم جدا في حياتكم بعدين. اي شخص بيمر عليه اوقات بيكون مضغوط جدا، بيكون عليه شغل قد كده وهو المده اللي معاه قد كده، ساعتها بنطلع احسن شغل اللي هو زنقه الكلاب. انا بقى عايزاكم تفعلوا زنقه الكلاب مود في الاجازه. حاولوا دايما في الوقت القصير ده تعملوا حاجات جديده، ابداوا ان انتوا تبنوا عاده جديده، ابداوا ان انتوا تحققوا في الحاجه اللي انتوا عايزين تحققوها. مع ان الاجازه دي صغيره فمش هنلحق نحقق الحاجه دي، بس المطلوب مش ان احنا نحققها وننجح فيها، لا، المطلوب ان احنا نبدا حاجات بسيطه جدا تتعمل في الاجازه الصغيره دي، بس حقيقي هتفرق معانا جدا، هتفرق معانا جدا لو عملناها، وهنلاقي نفسنا طلعنا من الاجازه دي باستفاده كبيره وهنكون حققنا حاجات كتير. كل اللي انا قلته لكم النهارده والخمس حاجات اللي شاركتها معاكم كلنا بنعملها، الفرق ان احنا ما بنعملهاش بذكاء، وده اللي انا عايزاكم تعملوه. يعني من الاخر افعل ما تفعل ولكن بذكاء، ده اللي انا عايزاكم تعملوه في الاجازه او في الميني اجازه.
وبس. ده كان فيديو النهارده. طبعا انا مش هقول لكم اسفه اني طولت عليكم، لان انا اصلا ما طولتش. الفيديو كان حاجه بسيطه صغيره جدا، بس بجد هتفرق معانا كلنا لو فعلا عملنا اللي انا قلت عليه النهارده في الفيديو. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل. ما تنسوش كمان تكتبوا لي تحت الامتحانات كانت معاكم وايه الاخبار وكده، بس بجد طمنوني، انا محتاجه اطمن عليكم عملتوا ايه، وعايزه احس كده ان انا لوحدي اللي حاسه بخوف من النتيجه ولا كلنا حاسين بخوف. يعني قولوا لي انتوا خايفين بجد من النتيجه ولا لا. على فكره احنا قربنا نبقى 30,000 مشترك على اليوتيوب، وبجد انا فرحانه جدا. اختي بتسقف لي. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. شكرا جدا لمشاهدتكم وبس. سلام. عاش والله عاش.